السلام عليكم. عندك بوت قديم وهترميه؟ لا، انا هقولك على طريقة. اقسم بالله انا انبهرت بالطريقة دي وهتشوفي بعينيكي. هتجيبي البوت هتصنفريه وتمشي معايا بنفس الخطوات. وانا كنت هجيب الصبغة واصبغه في البيت، حتى بصوا بعد ما عملته لبسته وقلت اوريهولكوا على الطبيعة. هتجيبي بوت وتصنفريه زي ما موجود في الفيديو، وتوديه عند الراجل هيصبغهولك ب50 جنيه بس. هترجعي البوت جديد اكنك لسه شارياه. بصوا الجمال تحفه جدا. بصوا كان ايه وبقى ايه. هنا بقى انا حاولت معاها بالسكينه، طبعا ايه هتغلبني شويه. تمام. احنا عايزين نقشره يبقى كله مفهوش الاسود ده، فعندي صنفره هنعمل بيها كده. بصي اهو، الصنفره بتطلع معايا بكل سهوله اهو. بصي عملت الجزء ده كله وهعمل بقى البوت كله. بصي وبصي الصنفره، بصي هتطلع معاكي بكل سهولة اهو، شايفة؟ تمام. هعمل بقى البوت ده، والفردة التانية طبعا لسه ما اشتغلناش فيها زي ما انتوا شايفين. الفردة التانية بصوا بايظة خالص، ونشوف بقى هنرجع البوت ده جديد واحسن من الاول بكتير، لاني الصراحة انا كنت جايباه غالي وما تقشر كده بصوا ما بقتش البسه. فهنرجع اي بوت عندنا جديد وهتلبسيه وتتهني بيه. بصوا بقى هنا بعد ما صنفرت البوت زي ما انتوا شايفين بقى شكله عامل كده، يعني اتنضف جامد. بس انا ايه مش عايزه دول اعملهم، فانا هغطيهم وانا بصبغ البوت. هنجيب ميه ممكن تحطي فيها دوني لو عايزه، ميه عاديه. وهنمشي بقى ايه على البوت كده زي ما انت شايفه، عشان لو في اي زيادات ولا اي حاجه تخرج معانا بكل سهولة. بس هو بقى نضيف وزي الفل، مفهوش الجلد اللي كان متقشر، شلته كله بالصنفرة. بالسكينة هيتعبك قوي، فالصنفرة هتنجز معاكي. هعمل البوط كله واسيبه ينشف. لو مستعجلة وعايزة تشتغلي على طول ممكن تنشفيه لو عندك استشوار. تمام. هخلص البوط كله واوريكي شكله لما اتغسل وهنعمل ايه بعد كده. هنا بقى بعد ما عملت البوت كله بالفرشة والمية، لازم اسيبه ينشف، ينشف خالص. انا بقى هسيبه ينشف لحد ما الاقي الجلد نفسه شرب المية. تمام. هسيبه ينشف وبعد كده هنشتغل فيه بكل سهولة، عشان هو بصي مبلول. غسلته بضمير شوية عشان ما يبقاش ايه في كلاكيع كده باينه في الصبغه او الكلام ده. يعني بصي دي لازم اطلعها، لازم اطلعها بالصنفره. لازم يبقى كله مفهوش الجلد القديم. تمام. هسيبه بقى في البلكونه لحد بكره الصبح ان شاء الله، ونبتدي نشوف هنعمله نرجعه تاني جديد ازاي. هنا بقى وديته للراجل صبغ لي حته كده، شفت بعينيا. قلت بدل ما بهدل الدنيا عندي في البيت والصبغه دي صعب اللي هي تطلع. دي اول وش اداها مثلا قد 4 مرات صبغه زي ما انتوا شايفين. شكله بقى تحفه جدا. بصي وبقى يلمع ومش قادره اوصفلك على جماله. هتشوفي كل التفاصيل في الفيديو. جربي بقى نفس الطريقة اللي في الفيديو بالظبط، هتنبهري بالنتيجة. اكيد شايفين الفيديو والسوا. جربوه وان شاء الله يعجبكم. سلام عليكم.